في بقى بالنسبه لمواضيع تانية برضو بتحصل عندي، هتلاقي واحد باعت لي على السن اللي انا شغال عنده، يوم داخل عامل لي ازاي، لما يتوفر ليك شغل كذا تمام او شغل مناسب ليا ابقى ابعتهولي، انا فاضلك انت لوحدك. يعني انت لو تعرف انا براسل قد ايه، يعني الحمد لله رب العالمين طبعا تمام، يعني الحمد لله، فاهم قصدي؟ فانا بكل بساطه بقوم قايل له لا، الشغل تبعك هينزل على الجروب. انت اصلا بمجرد ما انا ما بخلص معاك انت رقمك بيختفي من عندي. بيختفي ازاي؟ في وسط المحادثات انا عندي لو وريتك الشات بتاع الواتس هتلاقي ارقام كتير غريبه، بقعد اخش على كل رقم كده من اللي هرد عليه هل هو موجود في الجروب ولا مش موجود، اشوف المحادثات القديمه بيني وبينه علشان اشوف دوت نظامه ايه. لان انا طبيعي بطلب منك بيانات زي مثلا اسمك، عنوانك، سنك، عمرك، تمام، وايه هي خبراتك السابقه، وايه الشغل اللي انت عايزه مني. فالاجابات دي هي اللي بتساعدني على ان اساعدك. ما بعتهاش ما بساعدكش، بقول لك امشي، ما عنديش خلق، ما عنديش خلق اقعد اتكلم وماطل وكده، لا في ناس تانية بكلمها. فانت لازم تحترم زي ما انت بتحترم نفسك، لازم تحترم غيرك، وانك تحترم وقت غيرك. انا مش قاعد لك انت لوحدك، في ناس تانية، يعني حب لاخيك كما تحب لنفسك.